الحي 19. الحي 19 في نسبة مباني كويسة خالص اهوت. الناس بدأت تبني. ده الحي 19 اهوت. الحي 19 فاصل ما بين الحي ادي 19 اللي هو دوت اللي على ايدي اليمين ده 19، اللي على ايدي الشمال دوت الحي ال20 وده اسكان ال20. ال20 طبعا في مدرسة اهيت، ده وحدة صحية وحضانة، وفي مدرسة بتتبني هناك في اول الحي، وفي مدرسة جوه اتبنت. يعني الحي دوت هيخدمنا بسرعة. المبنى ده مدرسة، المبنى اللي ورا الوحدة الصحية دي كمان مدرسة. فالحي دوت اول ما هيشتغل الدنيا هنا هتبقى زي الفل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن الحي 19 دوت بعد سنه اقدر اسكن فيه وهو صحرا كده. تقدر تسكن فيه وهو صحرا كده، لان اصلا الحي دوت اللي هو الاسكان الاجتماعي بتاع الحي 20 دوت اول ما يتسلم، هو اتسلم اصلا اوريدي بالفعل. الحي دوت اتسلم. الناس اول ما تبدا تيجي في الصيف تستلم شققها وتسكن فيها، اللي حابب بقى يبدا يسكن. وهنشغل كده، الحكومه تبدا تشغل لكم المدرسه، وتبدا تشغل الوحده الصحيه، وتبدا تشغل الحضانه. يبقى الحي ده ال 19 ده هيشتغل في ثواني. الحي 19 ده كده هيشتغل في ثواني. ليه؟ لو انا قاعد حتى هنا ولا في البيت اللي جوه ده، العواميد دي هتقيد، باخد اناره منها او باخد اناره من العواميد دي، باخد شد سلوكه اشغل كهرباء، يبقى انا كده شغلت كهربتي. الصرف هنا شغال، الميه شغاله. هو بس خدماتي هدخل هنا، خدماتي بس اللي هحتاجها هروح هنا، هروح الحي 20. خدماتي هروح الحي 20. يبقى الحي 19 هيسكن سنه، وهيسكن سنه يسكن. الصيف ده لا، الصيف اللي بعده يسكن. في ناس اصلا بدات تبني وتشطب. في ناس ممكن تسكن في الصيف ده، في ناس ممكن تسكن في الصيف ده. ادي الحي 19 كله اهوت، وادي الحي 20 في وشه اهو. نيجي بقى كده هناك اللي في العربيه ماشيه هناك ده الحي 22، واللي هناك دوت اللي في الاسكان دوت الحي 21. اخر الامتداد دوت الطريق دوت. بعد كده الحي 16 والحي ال 15، اسكان الحي 16 واسكان الحي ال 15. كده فهمتوا الدنيا فيها ايه؟ حطوا بقى لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا اللي الفيديو عشان اكبر استفاد. احنا بنتعب كتير على القناه، زي ما احنا بنتعب برضو، ادونا حقنا باللايك يا جماعه. مش عايزه منكم حاجه، حطوا اللايك عشان نرفع الفيديو. الناس اللي هتبقى جديده معانا في القناه تشترك في القناه. انت حابب تبني تشتري قطعه ارض، عايز مكتب، عندنا المكتب العقاري. حابب تشتري اي حاجه في مدينه العاشر من رمضان، عندنا المكتب العقاري. حابب تعمل تشطيبات، تبني، تطلع رخصه، جواب حفر، معانا المكتب الهندسي. اللي حابب يشوف شغل المكتب الهندسي بتاعنا يتفرج عليه في الفيديوهات ورا. اللي حابب اشراف هندسي، عندنا برضو باشمهندس بيشرف تشطيبات او مباني. عايز تعمل تنازل لاي قطعه ارض فاضيه في الاحياء دي، عندنا بنطلع معاك، حد بيطلع معاك تبعنا بيخلص لك الاجراءات كلها. ان كان بنروح الميه معاك، وبيروح معاك البنك، يجيب لك مخلص البنك، بيطلع معاك في الجهاز، بيخلص لك كل ورقك. كده الدنيا تمام. بالتوفيق للجميع. حطوا بقى اللايك واعملوا شير الفيديو عشان اكبر على السفاد زي ما حضراتكم استفدتوا. ده الحقيقه هوت الشغل هنا زي الفل الناس شغاله كلها سنتين، والاحياء دي هتبقى فيها اعمار كبير جدا عن كده. سنتين وتقدر تسكن في الاحياء ده 19 وال20 وال22 وال21 يبقى فيها سكن.